مالك اخونا مالك، حياك الله اخونا مالك. تفضل اخونا مالك، تسمعني؟ الله يحييك. الله يبارك فيك ويحفظك ويوفقك ان شاء الله، ويزيدك ان شاء الله بصيره في دينك. عذرا مغير اسمي. نعم اخونا. صوتي شوي مشان ما حدا يعرفني. بس ارفع صوتك شوي، ارفع صوتك. مغير صوتي واسمي شوي مشان ما حدا يعرفني. الله يبارك فيك اخونا العزيز، الله يبارك فيك اخونا. انا بدي بس اولا ارد عليه بشيء كثير. انت كنت سني؟ كنت من اهل السنه؟ ايه سني، انا كنت سني. نعم كنت سني. كنت سني سلفي لو سني من السنه المعتدلين؟ من السنه المعتدلين. من السنه المعتدلين. حياك الله اخونا العزيز ومرحبا بك. شلون توصلت الى اتباع مذهب اهل البيت صلوات الله عليهم؟ والله الموضوع اخذ كثير وقت مني وبحث بكتب السنه نفسها. اللي بيقرا كتب السنه نفسها بيوصل للحقيقه. نعم. شنو الامور اللي بحثت بيها؟ اي قضيه بحثت بيها ووصلت الى قناعه، ثم القضيه الثانيه الثالثه، كيف يعني سلسله عندك القناعات؟ تفضل اخونا. اولا السني اللي معك اسمه معاويه الشامي، هذا سني ناصبي هذا. نعم. معاويه الشامي. ليش ما بتحكوا للناس عن غدير خم؟ ليش ما بتحكوا لهم عن رزية الخميس؟ ليش ما في سني بيعرف عن هاي القصص؟ عم اسال. رزية الخميس ما بتحكوا رزية الخميس؟ تفضل. شنو ما سمعناك؟ ارفع عقيرتك يا معاويه، ارفع صوتك معاويه، ارفع صوتك معاويه. يا استاذ هيثم عم بيقول رزية الخميس. لا هو يقول لك لماذا لم تحكوا للناس عن الغدير، عن غدير خم؟ لماذا لا تتكلمون بمسألة الغدير، بقضية الغدير؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ هو يسألك لماذا يا معاوية؟ نعم لماذا؟ لماذا لا تروون حديث إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، وتروون حديثا ضعيفا وهو إني تارك فيكم كتاب الله وسنتي؟ لماذا يا معاوية؟ أحسنت يا مثل موسى. أحسنت. سؤال قاتل إخواني الآن يا أبا عبد الملك. يا أبو عبد، لحظة خلوني أنظم الحوار. يا رافضي اسكت. خلوني رجاء شهيد، الله يخليك شهيد ابو عبد الملك. خلوني انظم الحوار اخواني، ارتب الوضع. شهيد خلوني انظم الحوار اخواني. الان شوفوا السؤال القاتل. الان السؤال لأبي عبد الملك ولمعاوية وللسلفي، يقول لهم لماذا لا تذكرون حديث كتاب الله وعترتي الحديث الصحيح عندكم، وتذكرون حديث كتاب الله وسنتي الحديث الضعيف؟ لماذا؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ بس كون يبقى بالموضوع، ما يروح تحريف القرآن، المتعة، التقية. أنا بجاوبك. يلا تفضل جاوب. أولا بالنسبة لحديث كتاب الله وعترتي ما رواه البخاري. ثانيا كتاب الله وعترتي على حسب فهم أهل السنة والجماعة ولا على فهم الروافض؟ عفوا اسمعني شوي ما بحب الكذب. أنا الحديث في صحيح البخاري رقمه، اسمعني شوي، عم تسمعوني؟ نعم وياك اخونا مالك. الحديث في صحيح البخاري رقمه 2408، وفي مسند أحمد رقمه 19282، وموجود كمان في الترمذي وابن ماجه. ما تقول له موجود في صحيح البخاري. يا استاذ انت بدك تفهم الحديث على فهم السلف الصالح الصحابه واهل السنه والجماعه ولا على فهم الروافض؟ انت ما بتروي الحديث، ما بتقوله للناس. انا ما بحكي عن فهم الحديث موجود. انت ما بتحكي لي هذا الحديث. ايش فهمي؟ ليش معاوية حديث كتاب الله وسنتي موجود في صحيح البخاري؟ مو موجود. هات صدرك. لا ما موجود بالبخاري. ما موجود. طيب في صحيح مسلم موجود كتاب الله وسنتي؟ موجود في مسلم. أوصيكم بكتاب الله. ما في كتاب الله وسنتي، ما في مسلم، ما في كتاب الله وسنتي، ما في. طيب الآن
الاثنين الآن يا معاوية إذا كانت العبرة في وجود الحديث في البخاري ومسلم فكتاب الله وسنتي ما موجود في البخاري ومسلم. إذن سؤال الأخ، لماذا تذكرون حديث كتاب الله وسنتي ولا تذكرون حديث كتاب الله وعترتي؟ الاثنين ليس في البخاري ولا في مسلم. لا عفوا أستاذ وعد. نعم أستاذ وعد. نعم حبيبي. كتاب الله وعترتي موجود في صحيح البخاري. نعم موجود، رقمه 2408. بأي لفظ أخونا؟ موجود كتاب الله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي آل بيتي، أوصيكم الله في عترتي آل بيتي، وتم كررها 3 مرات النبي. تخاف تقصد في سنن الترمذي؟ لا هو يقصد في ما في لن تضلوا بعدي، يقصد رواية مسلم. هذه رواية مسلم. هذه رواية مسلم أخو العزيز. هذه رواية مسلم في البخاري. هذه رواية، أنا حكيت مسلم، هذه رواية مسلم. نعم رواية مسلم فيها إدراج الراوي فحث على كتاب الله ورغب به لكي يفصلوا بين الجملتين، بين الكتاب والعترة. فن والله فن إبليسي معاوية. هذا فن معاوية وأتباع معاوية هذا. وفيه من القائل أخواني؟ هل القائل هو رسول الله؟ وفيه لا، هذا الراوي، مو الراوي، هم أصحاب الأقلام المأجورة. وفيه فحث على كتاب الله ورغب فيه. طيب هاي الجملة وفيه، هذا هو الكلام أم معنى الكلام؟ معنى الكلام. طيب الكلام وين؟ أنت تنقل حديث النبي صلى الله عليه وآله، هذا الكلام هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله أم معنى كلامه؟ طيب لماذا نقلتم المعنى؟ هذا معنى أخواني، وفيه خلوها بين قوسين فحث على كتاب الله ورغب فيه. طيب أخونا مالك، يعني الآن أنت مطمئن بولاية محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، صح؟ إيه مؤمن. طيب والآن وصلت إلى قناعة ويقين بأن ولاية أبي بكر باطلة، ولاية عمر باطلة، ولاية عثمان باطلة، ولاية معاوية باطلة. إيه، وعندي استعداد أثبتها لكل اللي عم يسمعني الحين. طيب توكلنا على الله رب العالمين. أخونا العزيز حياك الله ومرحبا بك. أخواني حان وقت رفع الأيادي بالدعاء. الآن الأخ مالك سيتلفظ بالشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة، ولعلي بن أبي طالب والأئمة وفاطمة والأئمة من ولده بالولاية والبراءة من أعدائهم. الآن وقت استجابة الدعاء. الآن إن شاء الله أبواب السماء مفتحة للداعين، ونستمع إلى الأخ مالك وهو يردد. أسميها شو أسميها نغمة الولاية؟ لا، شو أسميها؟ والله محتار. هذه السعادة التي لا توصف واني، هذه السعادة، هذا الوقت الذي لا يوصف. ماذا أسميه؟ والله حيرة. طيب أخونا مالك قل معي: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رسول الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن عليا وفاطمة. وأشهد أن عليا وفاطمة وأبناءهم المعصومين. وأبناءهم المعصومين بالحق حجج الله. بالحق حجج الله. أتولاهم وأبرأ إلى الله من أعدائهم. أتولاهم وأبرأ إلى الله من أعدائهم. وأبرأ إلى الله من معاوية وأشياعه وأتباعه. وأبرأ إلى الله، ما سمعت. وأبرأ إلى الله من معاوية وأشياعه وأتباعه. وأبرأ إلى الله من معاوية وأشياعه وأتباعه. أحسنت. اللهم لا تفرق بيني وبين محمد وآل محمد. اللهم لا تفرق بيني وبين محمد وآل محمد. طرفة عين في الدنيا ولا في الآخرة. طرفة عين في الدنيا ولا في الآخرة. بفضلك وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بفضلك وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم. أخونا العزيز مالك، الآن أنت الأخوة يطلبون منك الدعاء، الأخوة يطلبون، يقولون الأخ مالك نريده أن يرفع يديه بالدعاء، لدينا أخوة أصحاب حوائج، لدينا أخوة مرضى، لدينا أخوة محتاجين، هنالك من يطلب الذرية، هنالك من يطلب الرزق من الله تبارك وتعالى، وهم على يقين أنك الآن أنت أبيض نقي الثوب، زين طاهر مبرأ من الذنوب كيوم ولدتك أمك، والله سبحانه وتعالى يستجيب دعائك. فارفع يديك بالدعاء وادعو للإخوة بقضاء حوائج.